السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم رشا. هنعمل النهاردة أحلى بسكوت بالتمر. بجد التكلفة بسيطة جدا، هيطلع لنا كمية حلوة جدا نديه للولاد في اللانش بوكس. احنا عارفين طبعا البسكوتات والكيكات غليت ازاي، خصوصا بسكوت التمر ده كيس صغير خالص ب3 جنيه. احنا هنعمل منه ولا 100 كيس، يعني انتي لو عملتيه هيطلع لك 100 كيس من الكمية البسيطة بمقاديرنا البسيطة. اللي هنعملها النهاردة هنحاول بتكلفة حاجة مش هتكلفك خالص، وهتطلع معاكي كمية حلوة جميل جنب كوباية شاي للولاد في اللانش بوكس. يلا نروح نشوف المقادير معانا. انا هعمل النهاردة مقدارين. المقدار الواحد، شوفي انا هقولك المقدار الواحد وانتي هتمشي عليه، تعملي مقدارين 3 4 براحتك خالص. المقدار الواحد يا ست الكل بياخد معانا كوبايتين من الدقيق، تمام، بالكوبايات المعيارية او كوباية اللي انتي شايفاها بتاعة العصير، هي مش كبيرة قوي، الكوبايات العادية بتاعة العصير، تمام. وبيضة واحدة، وربع كوباية من السكر، ومعلقة كبيرة من اللبن البودر، وربع كوباية سمنة على زيت، تمام. وانا حطيت على المقدارين معلقة واحدة صغيرة ملانة من البيكنج باودر على المقدارين، يعني هتحطي نص معلقة من البيكنج باودر على المقدار الواحد، وذرة الملح معانا. انا بقى بكل سهولة هنحط كل حاجة في الخلاط، تمام. وربع كوباية مية كمان على المقدار ده، ونص كيس من اللبن البودر، نص كيس. قد ايه المقادير معانا بسيطة، المقدار الواحد مقاديره بسيطة خالص. هكرر واعيد وازيد تاني معاكم واحنا بنعمل. احنا حاطينه كله في الخلاط. هتحطي ربع كوباية مية، بيضة واحدة، نص كيس لبن بودر، نص معلقة بيكنج باودر، ذرة من الملح، ربع كوباية زيت على سمنة، تمام. انا حطيت الكيس كله لان انا عاملة مقدارين، فحطيت الكيس كله. احنا بنحاول ما نكلفش الحاجة، احنا عارفين الاسعار، يعني نعمل حاجة كده على قد ايدينا، وفي نفس الوقت حاجة طعمها لذيذ وهتعجب الولاد جدا. انا بوريكم ان الكوباية دي هي قد الكوباية المعيارية. انا عاملة مقدارين، انا عاملة 4 كوبايات من الدقيق، تمام. 4 كوبايات دول يعني حوالي نص كيلو وشوية. هي بتبقى نص معلقة ملانة كده كويسة من البيكنج باودر الصغيرة، او نقول على المقدار معلقة ممسوحة من البيكنج باودر، ما تمليهاش قوي، تمام. انا حطيت معلقتين ممسوحين كده صغيرين من البيكنج باودر، عشان بس الرسمة ما تروحش معانا، ما نزودش بيكنج باودر. طبعا اهم حاجة بننخل الدقيق معانا. انا عندي الولاد بصراحة بيحبوا قوي بسكوت التمر، وزي ما قلت لكم البسكوتات احنا عارفين غليت ازاي. تقريبا الكيس فيه 3 بسكوتات تقريبا، وب3 جنيه او حاجة كده بصراحة، يعني ما بيعملش حاجة معاهم. فانا عملت ما شاء الله، عملت المقدارين طلعوا لي كمية حلوة قوي. بعد ما ضربنا المقدار في الخلاط نعمل حفرة كده في النص بننزل بيه. انا هنا بس كنت ناسية احط المية، حطيتها بعدين، بس عادي هتحطيها في الخلاط مع المقدار اللي قلتلك عليه. المقدار الواحد عليه ربع كوباية من المية. بنقلب كده، احنا عارفين الحاجات دي ما بتتعجنش، بالشكل ده. وعلى فكرة اللي انا عاملاها لكم دي قريبة شوية، هي مش قريبة قوي، قريبة شوية من اللي هي البسكوتات، او هنقول قرص العجوة اللي بتبقى في الافران. هي فكرة قرص العجوة ان هي بتبقى، شايفين ملمس العجينة، اهم حاجة تعمليها ما تشققش معاكي، تقومي لفاه وتعمليها كورة تلاقيها ما بتشققش، يبقى هي كده تمام، مش محتاجة حاجة. نرجع لبتاعة الافران. قرص الافران تانية بتبقى سمنتها بس كتيرة او زيتها كتير شوية. احنا عاملين دي الدهون فيها قليلة، على اساس انها تطلع زي بسكوت التمر. هي ما بتطلعش ناشفة ومقرمشة زي بتاعة الافران اللي هي بالتمر، لا ده زي بالظبط بسكوت التمر اللي بنلاقيه في الاكياس اللي بيتباع في السوبر ماركت.
خلاص لما احنا نعمل دايرة ونقرصها كده نفردها ونلاقيها ما شققتش معانا، خلاص هي كده تمام جاهزة اهي زي الفل معانا طرية وجميلة. انت هتجيبي معاكي تمسحي الترابيزة او الرخامة، ما عندكيش انت اللي انا بفرد عليه مش مشكلة خالص. اغسلي الرخامة كويس، بنعمل العجينة بالطول كده تمام، على اساس ان انا عايزة افردها تملى كل المساحة عندي. انا بفرد كده، بحاول افردها من فوق ومن تحت. هي سهلة معانا وجميلة زي ما انتوا شايفين. بنبدأ نفرد بالراحة كده. انا زي ما قلت لكم انا عايزة افرد كل المساحة عندي. نحاول نعملها رقيقة، بلاش تكون تخينة، نحاول نعملها رقيقة. نفردها بالشكل ده كده. انا بسويها كده على اساس تبقى شكلها متظبط من الجوانب تمام. جبت اللي هو اكياس التلاجة ده او اسمه المنديل عند بتاع البلاستيك، اكياس منديل اسمها كده. فردتها انا نقطة زيت وبعملت نفس الحركة في العجوة. انا المقدارين خدوا معايا نص كيلو من العجوة، اللي هما الاربع كوبايات دقيق اخدوا معايا نص كيلو من العجوة. كانت كويسة بصراحة الكمية دي مع كمية العجين. يعني انت لو هتعملي مقدار واحد هتجيبي ربع كيلو من العجوة. هي كده انا جايباها كده من عنده، بس حطيت عليها معلقة صغيرة من القرفة وعجنتها معاه. لقيتيها قاسية ممكن تحط لها معلقة صغيرة من الزيت او من السمنة وتهرسيها معاه. انا حطيتها بالشكل ده في نص المساحة بالظبط في النص، وهقلب نص العجينة عليها كده بالشكل ده. انا بس بوريكم الخطوات عشان تسهل معاكم، نعملها بنفس الخطوات عشان تسهل معانا. انا رجعت قلبتها تاني، يعني الكيسة كانت فوق رجعت قلبتها تاني. بنساوي بايدينا كده، ورجعت ضميت النص العجينة الباقي عليها بالشكل ده. بنبدأ بقى نساوي معانا كده العجينة. يعني شوفي انت لو هتعملي مقدار واحد مش هيكلفك غير بيضة، ربع كيلو من العجوة، ربع كوباية من الزيت على السمنة، وبقية المكونات بسيطة خالص اللي هي البيكنج باودر ونص كيس لبن بودرة. يعني حاجة بصراحة هي مش هتكلفك حاجة خالص. بنبدأ نفرد كده تاني، نمشي تاني بالنشابة كده بالشكل ده على أساس نثبت كل الطبقات مع بعضها. دي مسطرة حديد عندي بالشكل ده، أنا غسلتها ونضفتها وبدأت أستخدمها. بساوي الأول الأحرف دي طبعا مش هنرميها، احنا هنستخدمها. هي المسطرة دي بصراحة سهلت عليا كتير. ما عندكيش المسطرة دي عادي بالسكينة هتساوي الأحرف والأشكال. شايفين ده بقى الشكل اللي بيبقى اللي أنا هعمله معاكم، ده بيبقى في بسكوت التمر مضلع كده. مش عندك بشوكة بظهر الشوكة وهتمشي تمام، هتعمليه بكل سهولة. أنا بدأت كده ايه بالمسطرة أعمله كده تمام خطوط كده، وقطعت بيها برضو بكل سهولة. الصوابع بقى على قد ما انتي بتحبي المقاس بتاعها. جميل كده لما تدي لابنك او بنتك في المدرسة في اللانش بوكس كام بسكوتة مع الساندوتش، حاجة حلوة يحل بيها ومغذية كمان. قطعي بقى الحجم اللي انتي تحبيه بالشكل ده. انا بمشي عليهم تاني بس بقطع كده بالشكل ده. انا حاسه ان اللي في الاخر دول جم عراض شويه مني، الاولانيين كانوا مظبوطين بس مش مشكله، هو كله بيتاكل يعني مفيش حاجه بصراحه بتفضل. شايفين شكلها جميل ازاي؟ ده بقى اللي هما بقيوا معانا، اعمليهم اي شكل تحبيه، دواير كده وبايدك واضغطي عليها وسيبيها. او انا عندي اللي هي القطاعات اللي هي بتاعه الكحك،
انا هعمل الاحرف اللي بقيوا دولا فيها اهي. جميله، ادتني شكل جميل. على فكره قطعات البلاستيك دي فاكرينها بتاعت زمان، والله انا كنت جايباها تقريبا ب2 جنيه الواحده. جميله جدا. هنبدا نرصه كده، وبياخد في الفرن تقريبا ربع ساعه عادي. هنسخن الفرن على درجه حراره 180 وهنسيبه لمده ربع ساعه. ترص الكميه كلها كده ما شاء الله. هم اخدوا معايا 3 صواني حلوين كبار. ما اقولكوش قد ايه بجد كان طعمه جميل. هو ده شكله بعد ما طلع من الفرن، جميل. وعلى فكرة لما قعد لتاني يوم كان طعمه احلى من اول يوم. العجينة شاربة من التمر، وجميل طرية شوية زي اللي قلتلكوا البسكوت اللي احنا بنجيبه من السوبر ماركت اللي هو بسكوت التمر. بصراحة كانت جميلة جدا وما كلفتنيش حاجة. يلا كده همة ونشاط، وقومي ان شاء الله اعملي مقدار واحد.